السلام عليكم بنات، مساء النور. ما على باليش اذا كنتوا تشاهدوا هذا الفيديو صباحا او مساء. مساء النور يعني ما على باليش وقت راح نحطه، لكن اليوم كنت ناوية والله نحط لكم فلوج. كنت صورته وممتو نشارك معكم يعني مشروعي لي الحمد لله، واخيرا انطلقت فيه يعني بعد مدة طويلة قلت لكم من المشاريع. انا عفوا بعد مدة طويلة من يعني حبست هنا المشاريع. إذا كنتوا حابين نقول لكم علاش حبست، يعني وشنو هو الظرف اللي خلاني نحبس، فهنا خلوا لي في لي كومونتير ندير لكم فيديو خاص ونحكي لكم ما هو الظرف اللي خلاني نحبس هذه المدة، مدة تقريبا 6 أو 7 سنوات. الآن قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو تاعنا نقولوا بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم يا البنات عفوا بموضوع خاطي، يعني محتواي اللي هو الفلوج وما إلى ذلك، موضوع الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. كما تعرفوا البنات هذا الموضوع متفشي كثيرا كثيرا، يعني في مجتمعنا. يعني ما احنا الاولين وما احنا الاخرين، وعلى بالي انسان مهما عاش في الدنيا فهو مبتلى. لكن هذا المواضيع لانه هذه الايامات نقولوا احنا صراع لصديقة لي هذا الكا، يعني ودخلت في حالة نفسية، حالة هستيرية، يعني ما تصوروهاش بسبب هذا الجمايع اللي تجمعها النسوة، ولا بسبب الحقد او بسبب البغض او بسبب كي نقولوا احنا بالعامية الدزاع. يعني اني نغير او نتزع من بنادم وش ندير؟ نروح نشوه السمعة نتاعو وتبدأ بعرضه، خصوصا اذا كنا في امرأة. نبداو نحكو في الشرف تاعها، دارت فعلت صنعت حاجة صح وحاجة كذب، او نجيبو الحاجة ونزيدو نبهروها، او نبداو نحكو على الخدمة نتاعها، ما تعرفش تخدم، ما تعرفش تدير، ما تعرفش تفعل، ما تعرفش تصنع. فهذه الاشياء، او نعطوها صفات متكبرة متجبرة حاسبة في روحها ما على باليش واش، لمجرد انه هاد السيدة كانت سيدة يعني في حالها، تخدم خدمتها، عندها كل الاحترام كل الوقار لزميلاتها، ما تتدخل في انسانة، ما تهدر في انسانة، ما تحضر جمايع، ما حتى حاجة. تدخل المكان عملها وعملها نبيل جدا جدا جدا، تدخل مكان عملها تأدي على أكمل وجه، وكي يلحق وقتها ترفد ساكها وتجي خارجة، ما تجمعهمش، ما تعاملش معاهم إلا للضرورة وللعمل. وهذا هو الصح. إنسان كي يروح المكان عمله يا البنات أو يروح المكان دراسته فهو رايح هنا في مهمة، يعني رايح ميسيون يأدي ذيك المهمة اللي راح يتخلص عليها، او راح تقرا باش تجيب الدبلوم اللي هذاك تحوس عليه، على واش؟ باش تخدم ومنها تثقف. فهذا هو المغزى، ان نروحوا لهذه الاماكن. او هنايا رحتي العرس، رحتي تفرحي مع يعني اختك، مع زميلتك، عرس اختك، عرس يعني في العائلة، ما على باليش انايا عرضتك وحده، ما تبدايش غدوة من ذاك تنمي في العرس تاعها وتنمي في الحضور، او في وسط العرس تبداي تنمي فيها وعليها وفي شرفها وفي الاخر تاعها، يعني كوارث، كوارث طبيعية. هنا نشوف باللي كاين كم هائل من الناس اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ما يقال فيهم. على جال إنسان يكون إنسان هكذا في عمله مشهور، يعني أدي في وظيفته على أكمل وجه، نروح أنا هنايا نبدأ نهدر فيه ونشوه في سمعته، باسكو أنا والله يعني نحكي على هذا اللي يهدر انسان يعني ماشي مليح، انسان ماشي مشكور، انسان ما طاقش ينجح في وظيفته، انسان ما عندوش لي كاباسيتي اللي عنده اياها هذا الشخص. فوش ندير؟ لازم نحطه كيما انايا. وش ندير؟ نروح نثمي نحكي فيه باش نشوه له سمعته ونشوهه في نظر الناس. فانا نقول لهذا الناس انتم مخطئون، لانه هدرتك تبقى هدرة، لكن الافعال هي التي تمثل الانسان، افعال الانسان هي التي تبين سيرته بين الناس، وليس كلام يعني
مطلوق من فم إنسان، يعني يهدر بش يهدر. فالأفعال سبحان الله هي التي تثبت عكس الكلام. فلهذا لكن هذا الإنسان اللي شخصيته قوية، وهنا نقولوا باللي الشخصيات تختلف تاع البنادم. كان الإنسان الحساس جدا 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 من هذه الأمور، خصوصا إذا كانت امرأة يعني تخاف إنه يسمع أبوها أخوها، أو إذا كانت متزوجة الأدهى والأمر يعني ممكن تصل إلى الطلاق. صدقوني ياما بيوت خربت من النميمة والغيبة والخوض في أعراض الناس، خصوصا عند النساء. عند الرجال كذلك هذه متفشية، يعني ولات سيان. فحذاري من هذه الأمور يا معشر النساء، يا معشر الرجال. نجمع جماعة مفيدة تزيد لي في رصيدي الفكري، أو يعني تفيدني إني نحل مشروع، أو إني ننفع إنسان، أو ما كانش عندي وقت فراغ يعني عملي أبار عملي عندي وقت فراغ. كان بعض الوظائف عندهم نوعا ما وقت فراغ، يعني في ذاك وقت فراغي أو العشية أو في الويكاند نتاعي أو في العطلة نتاعي نروح نسافر. ها هم بيوت الشباب فاتحين ما شاء الله، نروح نسافر، شيء جميل جدا. نستكشف يعني نستكشف يعني الدولة تاعي ونروح نسافر. هاهم كاين مناطق عندنا في الجزائر ما شاء الله ربي يبارك، نروح نسافر. سافر يعني سافروا تصحوا. نسافر نحذق روحي ندفولي على روحي، يعني ماشي نروح نقعد في جمايع كيما هذه ونقعد نحكي فلانة بنت فلان وفلانة مرت فلان وفلانة دارت وفلانة فعلت، والله فلان دار وفلان فعل، نشوه في السمعة نتاعو وناكل في لحمه وهو حي. هذا الشيء عيب وحرام، يعني والله عيب، خصوصا كي نشوفه من طبقة يعني مثقفة. عيب، عيب كبير. أين علمك؟ يعني أين علمك هنايا باش تجي إنسان تبدأ طاق 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 في العرض نتاعو؟ أين علمك؟ لا أدري والله ماني عارفة. وزايد إنك موسى ربي قال لك اللي سطر مؤمن يعني سطره ربي، ما فهمتش. ومعظم هذا الناس اللي تهدر صدقوني يا ما عندهم نساء، مستحيل انه يكون هذا الرجل او هذه المرأة ليس لها يعني نساء ورجال في عائلتها، فلديها ابن، لديها اخ، لديها ابنة. فحذاري من هذه الامور، والحياة كما تدين تدان. فهنا وش ندير؟ نخدم الاخي او اختي اذا كنت سيليباتير، نخدم البني او بنتي اذا كنت متزوجة. انت ثاني سيدي الكريم اخدم بنتك وابنك، يعني اخدم لهم دعوة الخير، اخدم لهم انك تكون انسان صالح، ماشي انسان كان يدير الفتن بين الناس او كانت تدير الفتن بين الناس تهدر في اعراض الناس. يا ما شفنا يعني ناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما تفعله الكلمة لا يفعله حتى السحر، يعني كوارث كبيرة جدا. وسوسة شياطين. لماذا نحقد على بعضنا؟ يعني إنسانة تقولك أنايا دازعة مني وحاقدة مني من زمان، أنا سمعتها باللي رجعت والله جات ولا ترقات ولا طلعت والله ولت ناجحة أو طلع أو ترقى أو ولا ناجح. هنا وش درت؟ كيفاش هي وكيفاش مانيش أنا، وكيفاش هي إنسانة محبوبة، وكيفاش هي نقولوا إحنا إنسانة يعني لبس عليها ناجحة، تعرف هذه تعرف ديك تعرف ديك ومستق مثلها. وين عارفة انتيا؟ وين عارفة ماذا يوجد أعباء فوق أكتاف الناس؟ يعني ما يبلكش الغلاف إنه إنسان لابس وإنسان ناجح وإنسان الله أعلم فوق كتفه وش كاين هموم من وراه وش كاين قصة باش يوصل لهذيك المرتبة. بواش ضحى، فيعني بواش تعب وضحى وبزاف صوالح. يعني حرام انه نجو كان ناس وصلت لواحد المراتب الا وتعبت وقرات وتعبت في الدراسة. يعني الدراسة كما نعرفو ماشي بالشيء الهين، يعني راهي تكسى ظهرك ويتجبد مخك وخلي والخوف انك ما تنجحش ونروحوا حنايا نقعدوا في الجمايع هذه ونبداو ننمو في امهاتهم اذا كانوا نساء كبارات، او اذا كانوا بنات صغار نبداو ننمو في بعضنا، او اذا كانوا رجال او نقعدوا في مجالس. يعني الحمد لله تثمر حتى في وليداتنا. اخدموا دعوة الخير يا نساء، اخدموا دعوة الخير لولادكم يا نساء. اتقوا الله،
مهما كان إنسان نشوفه داير هذيك شأنه هذيك حياته عنده رب سبحانه وتعالى يحاسبه. لا أتكلم في عورة غيري، لا أتكلم في عرض غيري، ما نهدرش، نقعد في جماعة نحكي على حاجة مفيدة، نحكي أنا على غوسات، على دواء يعني يفيد إنسان، نحكي أنا يا على حانوت يا ربي داير صولد، معليش ما فيها حتى مشكلة، احنا نساء ونحبوا التسوق ونحبوا ونروح ونستفيد، وربما امرأة تستفيد من لباس لها أو لباس لأولادها بأثمان يعني معقولة، وهنا تكون جماعة خير فتي منها الخير. لكن جماعة نرفض منها حياة إنسان، ماذا أفعل به؟ ماذا أفعل بها؟ يعني حياة الناس وش راح تدلك؟ تشوفي إنسان عصاء أو إنسان مش عارف وش دار أو إنسان فعل أو يعسوا في حياة الناس، قاعدين هنايا يعسوا في حياة الناس، ما هم جايين باش يخدموا أو باش يقراوا أو عيب، والله عيب إني نوض من داري ونخرج ونخلص ترونسبوري ونروح لمكان دراستي أو مكان عملي باش أنايا نلم إنسان أنايا حاسده أو هاك هواية أو حسد أو نقص مني، يعني نحس بالنقص، هذاك الإنسان عنده أنايا ناقص، هذاك الإنسان سمعته زينة وأنا سمعتي شينة، فواش ندير؟ نروح نشوه له السمعة نتاعو. يعني والله هذا الشيء ظلم وحرام، وربي حرم الظلم يعني عليه، فما بالك على بني آدم؟ ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم عليه، فما بالك على بني آدم؟ يا عباد الله اتقوا، اتقوا هذه، فهي من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ووقعها على الإنسان كي يسمع. كاين ناس الأسوأ تروح تقول له يا فلان كاين فلان قال عليك وقال عليك وقال عليك وقال عليك. وكاين حتى يعني لكن وسط هذا الحكاية الأستاذ أو مديرك في العمل عود يخزر فيك واحد الخزرة يعني أبارامو ماشي مليحة. وكاين بعض الناس صدقوني قد تصدق، يعني بلا ما يبحث عليك، بلا منش عارف هكذا، يعني يروحوا يهضروا له يقولوا له هذاك انت عود يخسر فيك واحد الخزرة ماشي نورمال، انت ما تفهم حتى شيء، لماذا يعني هاد الانسان يخسر فيها الخزرة او هذا الانسان تخسر فيها هاد الخزرة؟ يعني وش درت انا؟ تعود تسقسي في روحك انا وش درت لها؟ يا اخي علاقتي بها طيبة، ما كان حتى مشاكل، لمجرد انها قعدت في جماعة وسمعت ديك الجماعة وش راها تهدر، صافي ديك الجماعة استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يعني جماعة صادقة، صدق لو كانت جماعة يا أختي صادقة، اتقوا الله، لو كانت جماعة صادقة وجماعة تقول الصح، ها ما تجيش تقول هاد الشي، ما تجيش أصلا داك الإنسان أنا صح قال ثبت عليه وشفته، أنا نسكت ونحط عيني ونسكت نسطره. يعني إلها نروح نفضحه بين الناس؟ علاش نروح نحكي عليه كلمة صح وكلمة كذب ونكبر ونهول وهذيك، وكاين الناس تصدق وهذيك الناس تنقل قصة وتعود إنسان سيرته لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله كريم، يعني القول هذا وش كنت نقول فيه يمس صديقتي، قلت لها فعلك يعكس أقوالهم، يعني امشي كيما راكي، قلت لها راكي صحيحة تخدمي في خدمتك شادة فمك وتروحي لداركم أحسن، وخليهم يحكيو هضرتهم والناس تشوف منك أفعال، شكون أصدق القول أم الفعل؟ وإنما الفعل، أنا بين القول والفعل أصدق الفعل، الفعل هو الأصدق. ديري كيما راكي ديري، راكي في الصح، ما كي تغتربي في انسان ما كي تغتابي في انسان، عفوا ما كي تنمي في انسان ما والو. وانتي قلت لها علاش يعني هذا الشيء غاضك وعلاش ساء اليك وعلاش كذا وعلاش كذا؟ قلت لها شوفي انتي جاتك حسنات لم تتعبي عليها، تعرفوا باللي كي تغتاب انسان او تنمو او تهدر في عرضه او اي شيء يسيء اليه، هنا وش يصير لك؟ نتايا تجيك السيئات وهو حسناتك تكب في رصيده. فقلت له مرحبا بحسنات لم تتعبي عليها، وهما ربي جازهم ثاني بسيئات من سالهم، يعني جاتهم هما رفدوا من عندك سيئاتك حطوهم عندهم، وانتي يرفدتي من عندهم حسناتهم حطيتيها عندك، فهنيئا لك صديقتي على هذا الإنجاز. وأفعالك راح الناس راح يبداو يكذبوا فيهم، بس كل فعل هو الأصدق هو الأسبق على القول، فهنا تبدأ الناس تكذب فيهم ويخرجوا هما الكذابين، وهذا جزاءهم، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. لكن حبيت نقول لكم باللي تأثرت بزاف بزاف بزاف
بكات ودعات. وش راح نقول لكم؟ هذا الناس اللي داروا هذا الشيء فويل لهم يعني. والإنسان هذا كما يدين يعني يدان. يعني قلت لي والله ليل كامل وأنا يا أصلي وندعي عليهم ونبكي بحرقة شديدة. وإن دخلت السيدة في اكتئاب يعني بالأمس. قالت لي تماما ما قضيت حتى حاجة، قاعدة برك في مضربي ودموعي تنهمر يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت ورت لي صورة عليها يعني عينيها منفخين وجهها منفخ، لأنه السيدة عندها لا طونسيون. قالت لي راسي يوجع فيا ماني حاسة بوالو. فحاولت اني نهدئها، وحاولت اني يعني نقول لها ربي سبحانه وتعالى وش راح يكافئها وش راح يكافئهم هما. وبنت اللي قالت لي يعني نوعا ما يعني هذا الشيء يعني هون عليها. وش قالت لي باللي ما نسبح لهم لا دنيا ولا آخرة. فما أعظم هذه الكلمة عند الله. تخيلي انتيا انك داخلة الباب الجنة وبقات هي برك بهذا التعم. قالت لي يبقى يعني دخولهم الجنة متوقف على كلمة مني فلن أسامحهم. هنايا هذه كبيرة بزاف 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 والعياذ بالله. فحذاري من الناس تعود تدعي عليكم، حذاري من الناس تكون في رقابكم يعني معلقة يوم القيامة. يا يا ناس، يا نساء، يا رجال، يا بنات، يعني حذاري. ما أعظمها عند الله هذه الكلمة يعني. والله الكلمات قدتهم لي أنا ارتعبت في مكان الناس اللي داروا هاد الشيء، فما بالك اللي دايرها فعلا نم واغتب وهدر في العرض وما خلى ما بقى في ذاك الإنسان. يعني كلا لحم أخيه وهو حي. يعني حذاري. وقت نقضيه في أشياء صالحة، في جماعة صالحة، نقرأ معهم قرآن، نروح ندير معهم ستاج، ونروح ندير الحرف وما أكثرها في دور الشباب، ونروح نسوح. راه كاين بيوت الشباب بزاف. إذا كانوا بنات تعلمي حرفة تنفعك، تعلمي الطبخ، تعلمي الخياطة، تعلمي كاين بزاف 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 حرف. وكاين حرف صغيرة المدى يعني مدة تاع التكوين صغيرة، وكاين اللي كبيرة، وكاين يعني بزاف مراكز التكوين المهني، دور الشباب. يعني البنات هادو يتجهوا ليهم ما شاء الله، رايحين يتعلموا حوايج وحرف يعني تنفعك في حياتك. تحبي تديني مشروع، تحبي تسترزقي، هنايا حاجة بزاف شابة والله العظيم بزاف شابة. يعني علاش نروح نقعد قولي نروح نقعد في جماعة ونحمل الخير، نروح نقعد في جماعة ونحمل الشر والعياذ بالله ونكسر قلب إنسان. والناس تسمع الهضرة، انت قعدتي في جماعة سمعتهم يحكوا على فلانة او فلان وذاك فلانة او فلان تعرفيه، ما تروحيش تحكي يا اختي، ما تدي منه موقف، ما تحكي، لانه هذا الحكي اعرفيه اذا كان صح او خطأ. ما دام يحكوا في غيبته فهو في فاعلمي انه هو في المقدمة وهم خلفه. يعني ما طاقوش يديروا كما هو، ما طاقوش يوصلوا له هو يعني امرأة او رجل. فهنا وش يديروا باش يرضوا الغرور تاعهم؟ ناس مريضة نفسيا باش يرضوا الغرور تاعهم وعقليا. باش يرضوا الغرور تاعهم نروحوا احنا ثاني نحطوا في فلان كذا وكذا 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 باش نشوه سمعته بين زملائه او امام مسؤوله او امام استاذ او امام مدير او فحذاري من هذه الامور. او قدام قريب يعني كوارث صار داخل العائلات، فحذاري من هذا. يعني الموضوع يعني اجتنبوه 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 قدر المستطاع. اجتنبوه. نملي انك تركزي على اطفالك واجتنبي هذا الجماع. ركزي على اطفالك، على بيتك، على زوجك، يعني على نظافة اطفالك، نظافة زوجك، نظافة بيتك. يعني خطيك من هذا الجماع تاع سواء كنتي في العمل، سواء كنتي في عرس، سواء في الأسواق، سواء في الحمامات، اختيك يا أختي، سواء في البيوت تروحوا زيارات، اختيك يا أختي. نصيحة لوجه الله. وأنت أخي كذلك اهتم بأولادك، إذا كنت عازب اهتم بأبوك بأمك ببيتكم، يعني اهتم بنفسك بصحتك، دير سبور. كاين بزاف صوالح يعني الله يبارك ما شاء الله أجر عند الله سبحانه. كخدمة يعني بعد العمل تاعك الرئيسي حاول انك تلقى خدمة اخرى، دير حرفة، حط طابلة، اي شيء يعني جنبك الجلوس في المقاهي والكلام
في أعراض الناس أو في سمعة يعني الأخوة أو الأخوات. فأنا حبيت ندير هذا الموضوع، يعني والله حز بنفسي كثيرا. بالأمس يعني سمعته من صديقتي، والله العظيم بكيت. يعني أنا في مكانها بكيت على حالها، إنها طايحة في ألسنة ناس. وش نقول لك؟ يعني هذو ناس أقل ما يقال عنهم مرضى في عقولهم، عندهم هوس أو مرض يعني لا أعرف ما هو. ناس يعني نيفو أقل ما يقال عليه نيفو، يعني مكاش قاع، لا من ناحية التربية ولا من ناحية الدين. لو كان عندهم يعني شوية في الإيمان أو في التربية كانوا يقولوا هاد الشي لا ما يصلحش، هاد الشي لا ما يدارش. باسكو علاش؟ هذا فلان إذا كان دار أو ما دارش عنده رب يحاسبه، ليس لي علاقة به إلا بالخير والإحسان. يعني أذكر غيبته بشيء جميل أو أصمت، لا أتتبع عورات غيري. يا سيدي ما عنده، ما دخلني، نعيش حياتي. إن أنا والله العظيم راني نشوف في نفسي قمر نوض الصباح العشية. هانيش حاملت لكم فيديو، عندي تقريبا 4 أيام أو 5 أيام، يعني ما كانش عندي الوقت بين عملي وبين بيتي، وما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت أبدا. وبين مشروعي لاني بديته يعني تمام الوقت معدوم، الا ونلقاه جا المغرب. دركا راني ندير الفيديو وقت المغرب، والله اعلم وقت ندير مونتاج ونحطه، يعني حسب وقتي. يعني الناس هذه تقعد في جماع تقعد تحكي يعني رايح العمل ومغلب روحه ونايض الصباح ويقضي 4 سوايع أو 5 سوايع في العمل. أنا باش نكتب فلانة ونكتب فلان ونجبد ماضي فلانة وحاضر فلان وكذا، وهم كانت وراها قالت وراها فعلت وراها دارت وراها. نرتقي نرتقي لكي لا نغضب الله، هذه أولا، وما نخسرش الله على جال يعني جماع وحوايج كيما هذه. ونرتقي بأسلوبي، نرتقي بعلمي، نرتقي بأخلاقي، يعني تربية والدي بزاف حوايج. فهنايا هاد الحوايج نحاولوا انه نجتنبوهم، نحاولوا انه نستثمروا وقتنا وجهدنا في طاعة الله أولا، وثانيا في أشياء مفيدة، أشياء مفيدة. وروح سيدي ارفد برويطة ورفد معلبيشنا من الصلحة ورفد، وروح سيق برك باطيمتكم، او روحي سيقي باطيمتكم. اذا كان ولد ندير جماعة كيما هاك تاع خير، ونروح ننظف حيي، يعني تنظيف الأحياء، ننظف حيي. إذا كنت إنسان ربي فاتح عليك يعني من ناحية النقود وكامل، نروح نكري كاميو، لما لا؟ يعني صدقة، قال هاك الدراهم ما كاين صلاحها، يعني حاشاكم أعزكم الله بوبال أو حافسة، أو نروح نفرغ لا بوبال تاع جهتنا، نحطها في كاميو ونقول له أخي اديها، هاي صدقة عليك وعلى والديك وكامل. يعني الإنسان يحاول أن يكون مفيد، وقته مفيد، يعمل للخير والإحسان، ما يعملش للشر. نحاول في وقتي من نوض الصباح نعس روحي، ما نخليش الشيطان يأثر عليا، نخدم الخير، نخدم الخير الخير الخير. عندي دين مع إنسان، نروح نشوف كيفاه نسدو، ندعي ربي يا ربي اللهم سدد ديوني، يعني نروح نشوفها هذه الديون، ما نخليش إنسان لحقوني يولي يغتاب فيا في هذا المجالس. يعني انتم ثاني اتقوا الله في العباد. فنرجع ونقول حذري من هذا الجماع، استثمر وقتك في الخير. يعني الناس قدوة كي تروح، الدنيا هذه راها الرايح والجاي، يعني راها يوميا الوفاة. كي انسان يجي يذكرني بالخير، قال داك الانسان جامي سمعنا منه كلمة ماشي مليحة، عفوا، الحمد لله، جامي سمعنا منه كلمة ماشي مليحة، جامي سمعنا يحكي على إنسان، جامي يغتاب إنسان، جامي قاعد معنا وقال على ما تكونش إنسان هكذا يعني طيب، يعني كل وردة يعني ريحك طيب، يعني ما شاء الله، في أي جماعة تقعد يقول لك ما شاء الله. فنسأل الله العفو والعافية، وربي يهدينا يعني جميعا، وإن شاء الله يا رب دايما ندعو وبركاته.